5 أبراج معانا هتكون الأكثر حظا بأمر الله نتيجة للقمر المكتمل في برج الجدي، وده يوم 21. طبعا في تحركات كوكبية أخرى، لكن هنا أتحدث عن هذا التأثير فقط، وهو القمر المكتمل اللي هيكون في البرج الترابي برج الجدي. 5 أبراج هيحدث لهم التأكد من أمر ما أو انفراجة لجزء ما في حياتهم نتيجة لهذا القمر المكتمل. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الأبراج التي ستكون الأكثر حظا خلال هذا أو بداية من هذا اليوم يحدث معها طفرة ما في حياتها. تنويه كده بس بسيط الأول الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت يعني دي امانه، يعني ده انت لو حابب ان انت تلبي الامانه زي ما انا بدي شغلي بامانه، عليك برضو امانه انك تشترك وتفعل الجرس. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا الاقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه، ونبدا في حلقه رائعه للابراج اللي انا هتحدث عنها والابراج الاكثر حظا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابراج هينولها من الحب جانب كبير جدا او من الحظ جانب كبير جدا خلال يوم 21، وده 21 يوليو طبعا نتيجه للقمر المكتمل الذي سيحدث في برج الجدي. طبعا دلالات التحركات الكوكبية كبيرة جدا. القمر المكتمل في برج الجدي يعطي الحظ في البداية لأول برج معانا بالطبع وبرج الجدي. برج الجدي هتكتمل عندك الصورة وهيتضح عندك الأمور، هيحدث عندك نضج كبير، هيكون ده مؤثر عليك بطريقة رهيبة جدا في اختياراتك القادمة لآخر العام. قولا واحدا، يعني انت مشكلتك دايما في هنقول عدم وجود التوقيت المناسب في اللحظات اللي انت بتحتاجها. يعني انت مثلا محتاج مثلا مبلغ مالي في وقت معين عشان تنجز بيه مشروع كمثال طبعا، فدايما برج الجدي بتأتي الرياح دايما بما لا تشتهي السفن، يعني ما بيجيليش الفلوس مثلا الا بعد ضياع الفرصة. تمام. فحتة النحس في موضوع التوازن ما بين الفرصة والمعطيات اللي تخليك تكتنز تلك الفرصة هتبقى موجودة او هتتحقق، او ان انت هتفرض امر ما مهم في حياتك وهيحدث حظ ليك في كل شيء تجريه او كل شيء هتنفذه. فترة مهمة جدا هيبقى فيها التوافق، وايضا تطل عليك في شخصيتك بطفرة كبيرة جدا في اسلوبك وطريقتك وميولك. هتشعر انك شخص تاني، هتشعر انك نسخة مختلفة خالص عن اللي انت فيه دلوقتي. فترة بتسلط الضوء على حظ كبير وقبول كبير، هتبقى ماشي كده في قبول كبير ناحيتك وتشعر ان في امر ما بدأ عندك نضج كبير فيه، حظ كبير. وايضا طبعا ده بيؤدي بطريق غير مباشر انك تنجح في حياتك وتنجح في اختياراتك. فترة ستكون رائعة جدا وبداية ثقة بالنفس وبداية عبور نحس. تاني برج معانا طبعا زي ما قلنا هم 5 أبراج. تاني برج معانا وهو برج الثور. حبايبي برج الثور هتكون خلال المرحلة يكتمل عندك قرار هام ويكتمل عندك أمور هامة بالنسبة للعلاقات العاطفية والمال. طيب هل تلك الأمور هتكون بالحظ، بالانفراجة، بالحلول؟ الأمر اللي كان متوقف في العلاقات العاطفية أو المشاكل هتحسمها سواء بالإيجاب أو السلب، المهم أنت هترتاح. تمام، هترتاح من مشكلة، هترتاح من ناس فقرية، من أي شيء يعني. بالنسبة للمال أنت الأكثر حظا ويحدث تغيير الأحوال، وفترة رائعة جدا تطل عليكم بالإيجابية وتطل عليكم بالانفراجة المالية وحلول لأمر ما طال انتظاره، يعني أمر أو موضوع فيه مشكلة طال انتظاره بقالك فترات نفسك إنك تحله، نفسك إنك تنجزه. أيضا أزمات مالية تنتهي عند الكثيرين وبداية الحلول عند الكثيرين لتلك الأزمات المالية. عشان كده بتكلم بطريقة واضحة
انك ستكون من اكثر المحظوظين خلال الفترة بالنسبة للامور المالية، وببشر بالخير. طيب نأتي الى ثالث برج معنا. ثالث برج معنا وهو برج العذراء. طبعا الابراج الترابية لها نصيب الاسد، بما ان هذا القمر المكتمل في برج الجدي. ثالث برج معنا هو برج العذراء، وهنا عندكم نجاح كبير جدا. فترة بتشهد على انفراجة في الأمور المالية، فترة بتشهد على انفراجة في العمل، فترة بتشهد على انفراجة هتأتي وتحدث مع الكثيرين وهتكون مفاجأة. أيضا تكتمل القرار بالنسبة لأمر ما، مشروع سواء كان مشروع يتعلق بالعمل أو المال أو مشروع علاقة، هتكتمل الرؤية وهتنفذ، وهيكون هذا التنفيذ في صالحك. كل شخص على حسب خط سير حياته عنده امر ما بيكتمل، وعنده انفراجه تكتمل، وعنده قرار مهم هيتخذه ودون رجعه. وكل قرار هتتخذه خلال الفتره عنوانه النجاح. انا ببشر بالخير. اي قرار هتتخذه خلال المرحله هو عنوانه النجاح الكبير، وببشر بالخير لحبايبي برج العذراء. اما بالنسبه لرابع برج معانا فهو برج القوس. حبايب برج القوس، هنا اتحدث عن انفراجه تتعلق بالامور الماليه. وايضا هذا القمر المكتمل يحدث في بيت المال. انفراجه ماليه قادمه خلال ال10 ايام القادمين. يعني انا بتكلم على تحرك، خدوا بالكم في تحركات تانية للكواكب، لكن انا بخص جزئيه القمر المكتمل فقط. فده هيحرك عندك الامور الماليه، الامر المالي، مشروع جديد، انفراجه، عوده حق، سداد ديون. فتره ستكون في افضل مراحل حياتك يا برج القوس بانفراجه ماليه قادمه، وبشر بالخير. اما اخر برج معانا وبينوله من حب جانب ايضا هو برج الحوت. برج الحوت هتكون مبسوط، في طاقه ايجابيه، في انفراجه في العلاقات، في تصالح من الممكن قادم، في زخم خلال الفترة القادمة بالنسبة للعلاقات اللي انت فيها. علاقات جديدة من الممكن ان تكون فارقة، شخصيات ممكن هتحاول انها تتصالح معاك بقالها فترة، وهكذا. يعني عندك طاقة ايجابية، وده هيساعدك ويخليك في كامل الطاقة، ويخليك تظهر كل ما بداخلك من قوة وجهد لإثبات الذات. عشان كده هي فترة مهمة جدا. ايضا خلال الفترة تتأكد من علاقة انت فيها، يا هتنهيها يا هتكمل فيها، وفي كلتا الحالتين هيبقى فيها راحتك انت. يعني قرار مهم بالنسبة للعلاقات العاطفية، لكن كله في صالحك بأمر الله. دول الأبراج الأكثر تأثرا بتلك المرحلة. هعيد تاني التنويه: الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا لكل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي مكتوب على الشاشة ومكتوب على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي جميع الأبراج إن شاء الله تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.